السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ وحلويات ام سليمان نحضروا مع بعض تحلية بالكنافة للقطايف مع الكريمة. نبداو بسم الله بالوصفة تاع اليوم. هنا في مقلة ندير 2 مغارف تاع السمن ولا الزبدة. انا استعملت السمن بما انه نديروا القطايف يجوا بنان مع السمن. كيما تقدروا ديروا الزبده نخلوهم حتى يذوبوا مليح، ونديروا القطايف كنت رحيتهم في الاشوار ولا قطعوهم بالمسكر رقيق رقيق رقيق. شوف كيفاش يجوا رقاق، ونرموهم على هذاك السمن يكون سخون. نبداو نحمصوا في هاد القطايف مع اللون. نحاول ندخل كامل هذاك السمن داخل القطايف، النار تكون قليله متوسطه. ونحمصوهم، ما تشعلوش النار قويه لخاطرش تمتم يتحرقوا القطايف معاكم. تكون متوسطه وبالعقل بيديكم ما تحبسوش كامل تخلط. كي راكم تحمصوا في السميد نفس الشيء، تخلطوا حتى يولي اللون تاعهم ذهبي. هنا لازم تديروا المقله شويه تكون ثقيله لتشد السخانه باش ما تاخذوش بزاف وقت. هنا شوفوا بعد ما ياخذوا اللون الذهبي، هنايا نزيد عليهم السكر كلاص 3 مغارف تاع السكر كلاص، السكر الناعم. نخلطوا كامل هذا القطايف مع السكر يجونا حلوين. اللي يحب بزاف الحلاوه يزيد لهم. هنا درت مكسرات، ديروا واش عندكم. انا درت شويه جوز شويه لوز خلطتهم. هنا عندي احنا القطايف خلاص كملناهم، نحوهم من هذاك المقلي نخلوهم داخل المقلي سين يتحرقوا تمتم يحمروا. نديروا في الطبسي ونبداو نحضروا الكريمه. هنا عندي 3 كيسان تاع حليب، وعندي نص كاس تاع السكر، وعندي 4 كاس تاع مايزينا، وربع كاس تاع فارينة اللي هو الطحين، 4 كاس يعني 60 غرام. قيس 2 مغارف تاع الاكل ماشي معمرين. نخلط كامل هادو بارد في بارد، ومن بعد نحطهم على النار حتى يثقالوا. هنا شوفوا بعد ما ثقالت، ماشي ثقالت بزاف بصح تكون ثقيله، نزيدوا عليها مغرفه تاع الزبده تكون معمره مليح، نزيد عليها هاد القشطه هذه اللي يعطي لها البنه. اللي ما عندوش هذا القشطه يقدر يدير لا بودر شونتيي، يدير قيس 2 مغارف كبار تاع الاكل. بصح بهاد القشطه تجي بزاف بنينه. هاد التحليه تشبه المهلبيه. وهنا عندي مغرفه صغيره تاع مزهر، تشبه تقريبا هي المهلبيه بالقطايف. بدات مغرفه تاع الاكل تاع مزهر، بصح ما يبانش فيه خلاص المزهر. خلطوهم وزيدوا نرجعوهم للنار حتى يثقالوا، ونخرجوهم ونحطوهم في طاس اللي يسهلنا باش نعمروا هاد ليفيرين. هنا نحطوا كميه من القطايف كامل في ليفيرين اللي عندكم، ونرموا هذيك الكريمه، ونزيدوا نحطوا كميه تاع القطايف ونرموا الكريمه حتى نكملوا كامل الكميه. انا نتمنى تجربوا هذه الوصفه، تجي بزاف بنينه وما تجيش حلوه، تجي معتدله. اللي يحب بزاف السكر يزيد. انا هذه الكميه تاع 3 مغارف درتها في القطايف ونص كاس تاع السكر، جات هذاك هو. هنا القطايف استعملت 400 غرام تاع القطايف مع 2 مغارف تاع السمن ولا زبده. اذا استعملتوا 200 غرام ديروا مغرفه واحده. هنا شوف مع الاخير زدت حطيت طبقه من القطايف وزيدتها بالمكسرات. وصفه سهله وبسيطه تحضروها في هذا رمضان. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.